السلام عليكم. اليوم جيت نحكي لكم حكايتي مع رجل أختي. على بالي أغلبيتكم راح يسبوني ويطيحولي، بصح عذروني، هذا قلب وأنا ما قدرتش نتحكم فيه. راح نخلي كامل قصتي، كل التفاصيل، فقط ابقوا معايا للآخر. ما تنسوليش جمل الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس هكا باش يوصلكم كامل القصص من مجتمع جزائري. نشوفوا وش راح صار في هذا المجتمع، واحيانا تدوا منهم العبرة وتفتحوا عينيكم على وش راح صاري، باش ما تندموش كما الناس اللي ندموا قبلكم. تقول في الحكاية: انا اسمي منار، في عمري 20 سنة، قاعدة في الدار واصغر وحدة في خاوتي. عندي خويا واحد متزوج، واختي الوسطانية اسمها لطيفة مخطوبة. راح نحكي لكم على هذه لطيفة وخطبتها. لطيفة هي اختي وعمرها 24 سنة. وقعت في قصة حب مع وليد، كانت تحبه بالبزاف لحد الجنون، حتى هو اعشقها، وقصة نتاع الحب نتاعهم تتحدث عليها كامل الألسنة نتاع الناس. انا ما كنتش نعرف هذا وليد وعمري لا شفته، بصح من حكايات نتاع لطيفة اختي كانت طول الوقت تحكي لي عليه، كنت نغير من علاقتهم وحبيت هذا وليد. حبيته قبل ما نشوفه، وبعد قصة حب طويلة قرر وليد انه يخطب لطيفة اختي. اتكلمت انا مع لطيفة وقالت لي بلي وليد راح يخطبني، وجدنا كلش، الحلوى القاطو كل شيء وجدناه كما يلزم الحال. مع العشية ورا صلاة الجمعة حتى جا وليد مع باباه ويمه. هذا وليد في عمره 28 سنة، أول مرة نشوفه. كان طويل وسمر ومربي اللحية، يعني ديك اللحية خفيفة، عينيه زروقة وكتافه عراض. كان لابس سروال وبودين صغير، وداير سلسلة تحفظها وقورمات عريضة، وريحة باينة تهبل. أكيد راح تستغربوا كيفاه أنا انتبهت لهذو التفاصيل الدقيقة. نقولكم علاش؟ لأني حبيته صراحة، حبيته من كلام لطيفة أختي عليه. المهم جاو ورحبنا بيهم وقعدوا وتقهوى وتفاهموا على كلش. ولبس لها الخاتم، وأنا في ذيك دقيقة صدقوني غير تمنيت أنه هو يكون ذاك الخاتم في يدي أنا. تمت الشوفة وحطوا الموعد على 7 شهور وتكون الخطبة رسمية. كانت أختي لطيفة تحكي مع وليد ليل ونهار، وكنت نتغزل ونموت بالغيرة. كنا نصيب ما تكملش كامل معاه. شريت بارفا كيما اللي داروا هو نهار الخطبة، لأني قلت لكم بلي شميت ريحته. من بعد عرفت وش نوع هذيك الريحة. كل صباح نولي نحط من هذيك الريحة ونبقى نشم في ريحته، نحسه راه قدامي ومعنقني ويا داير يدو في يدي. صدقوني كنت نضل نتخيل فيه كل تحركات، نتخيلهم معه. 7 شهور وأنا عايشة في العذاب، نتمناه أنه يكون معايا ماشي مع أختي. نتخيلوا قدامي ونشم ريحته، ناكل وش يحب، ونبات راقدة نحلم به. حتى اليوم الخطبة الرسمية كان كل شيء طب، يعني من لاطارت لا روب لطيفة، يعني كل شيء تمناته أحضر. بصح أنا تمنيت أني نكون في مكانها. قطعت هي وياه لاطارت ولبس لها الخاتم، وانا دموعي سبقوني حتى رحت نجري لبيتي. قعدت في بيتي ونبكي، واحد ما هو فاهمني، حاطيني راني نبكي على أختي لأني رايحة نفارقها. أختي لطيفة، بصح ما على بالهمش بلي راني نبكي على عشقي الوليد، لأنه كان يزيد كل يوم. كنت نموت ونذوب كي نشوفه، ونتمنى أنه يكون راجلي مش راجل أختي. من بعد أيام، يعني مش طويلة، أيام قصيرة، حدوا العرس. كي سمعت أنهم يحدوا في موعد العرس، جاء اليوم اللي يدوا فيه الجهاز. جهاز أختي. رحت أنا معاهم، دخلت البيت تاع أختي. البيت هذيك أنا كنت متمنيتها تكون بيتي، رتبتها كما نحب أنا وعلى هواية. حطيت كل شيء على ذوقي، الفراش، السرير، الرداوات، الديكور، كل شيء.
كل شي رتبته كيما نحب، كيما نحب أنا وكيما تخيلت أنا يكون مع عشقي الوليد. صدقوني حبي كان كل يوم يزيد، وغيرتي من لطيفة تزيد شوية شوية. من بعد يدخل وليد ولقاني في البيت، قال لي ما نار دخاني نسيته. وأنا مديتهولو وأنا نرجف، وبقيت حاكمة يدو. هو استغرب من الموقف وخرج. أنا ترميت على السرير ونشم في ريحته اللي بقات في يدي. الحق وقت العرس وأنا تكفلت بالحشا ومعازيم كامل. غدوة من ذاك الكورتاج نتاع لطيفة ووليد، جا وليد خرجها بالخيالة والفرسان، وأنا غير متمنية نكون مكانها. كورتاج كامل وأنا نبكي، والكل حاطيني نبكي على فراق أختي، وأنا نار الغيرة لهبت في قلبي. وصلنا لهذيك الدار، ووليد طلع مع لطيفة بالبارود والزرناجية، وانا قلبي يتقطع. دخلنا وقاموا بينا من قاطو ومن كلش. وجاء وقت اللي تخرج لطيفة مع وليد باش يروحوا فواياج. انا هنا خلاص هبلت يعني، وبديت نبكي. ترميت في حضن لطيفة، ونفس الشي الوليد. بقيت مرمية في حضنه حتى ولا يبعد فيا عليه. من بعد راحوا فواياج للمروك، وبقى قلبي محروق. كل ليلة نبكي على وليد ونتخيله معايا. نتخيل أنا اللي بايتة معاه في مكان لطيفة، أنا اللي بين حضانه ومش لطيفة. هنا الغيرة صراحة انشعلت في قلبي أكثر وأكثر، وما بقيتش قادرة نحمل. وكانت لطيفة تبعت لي الصور نتاعها معاه، كنت نخدمهم ونحط صورتي في مكان لطيفة. كنت مصدقة ومأمنة بلي أنا اللي لازم نكون مكان لطيفة. عشقت وليد لحد الجنون، خلاص هبلت. كل ليلة نبات محضنة هذوك الصور. رجعت لطيفة ووليد من الفواياج، ودرنا لهم حفلة نتاع استقبال. جات أختي وبدات تحكي لي على ليلة العمر اللي كانت طوب. هي تحكي وأنا نتخيل في روحي مكانها. كذبت كذبة وصدقتها. كنت كل ليلة نرقد نتحسس أنه كرشي وقتها نحمل من وليد، وقتها تبدأ كرشي تكبر. يعني وليت نكذب على روحي ونصدق في كل يوم الكذبة اللي نكذبها. حتى فاتوا شهرين وعيطت لي لطيفة باش تخبرني بالخبر نتاع الحمل نتاعها. فرحت أكثر منها وغرت بزاف بزاف. كنت حاطة نفسي مكانها وتخلبط يعني في نفس الوقت. حاملة من وليد وولده يكبر فيا، وليت خلاص كلمة هبولة. كانت لطيفة صدقوني كل يوم تحكي لي ويتحرك في كرشها. هي تحكي وأنا نتلمس في كرشي، وتحكي لي على وليد والرومانسية نتاعو وحبه ودلالو ليها. وأنا كنت نغير ونحشق فيه أكثر وأكثر. ما كنت متخيلة أني نعيش مع غيره ولا نحشق واحد غيره. وفات وقت، واليوم ولادة لطيفة. شحال كنت متمنيتها تموت، لكن ربي ما استجابش الوليد، كان خايف عليها. ما استجابش لدعائي لأن وليد كان خايف عليها ويظل يدعي أنه ربي يسلك مرته على خير. ولدت بالعملية وكان محير. أنا استغليت الفرصة وكل شوية نرمي نفسي عليه ونلعبها نبكي. وليد يحضرني به نصبر ونحمل، وأنا كنت نموت بالفرحة ونزيد نتعلق به. من بعد ولدت لطيفة وسلكت على خير، ووليد فرح زاد عنده طفل وسماوه خالد. وبحكم لطيفة كانت نافسة، درت أنا سبة أني نروح عندها ونقعد عندها في الدار باش ندلها كلش وما خليهاش تتعب. كيما كان الحال روحت وبقيت 40 يوم عند لطيفة، وكل يوم نحاول نتقرب من وليد، بصح كان يصدني كل مرة، وآخر مرة أصفعني. ومع هذا ما استسلمت وحاولت وكنت نحشق فيه كل يوم أكثر. مرة دخل لقاني هازة ريكوه ونشم فيه، هددني إذا ما حطيت حد لهذا القصة يخبر بابا، وأنا ما كان هامني حتى إنسان من غير وليد. كنت طول الوقت نتقرب منه وهو يرفضني. أنا عشقته لكن هو فضل لطيفة عليا. لكن كل يوم يزيد عشقي الوليد أكثر وأكثر، وين ما بقيتش نحمل
مرة هو يدوش وأنا دخلت عليه اتصدم كي شافني. لطيفة كانت راقدة مع العيا، ما حسيتش، قلتلو بلي أني نحبك ونعشقك لحد الجنون. كي شافني هكاك ادفعني، طحت مع الارض ومع الهدة، ما همنيش. لقيته يعني مخلوع. ايه سبحان الله، مخلوع، لانه شكون اللي يقدر يدير الجست اللي درته انا؟ بغى يضربني لكن ما هكاك، وغلق الباب وراح وخلاني. وليد بعد هذا الحادثة قرر انه يبعد، ودا لطيفة مرته واختي، ودا وليد وخالد، وبدلوا كامل المدينة بحجة انه الخدمة نتاعو راهي بعيدة، لانه بدل الخدمة على جالي. من مراه صدقوني غير بقيت نتعذب، خلالي غير الذكريات والصور والبارفان وقشه. انا كنت كل يوم نزيد نعشقه اكثر واكثر، وشمت اسمه وكنت كل يوم نتمنى يرجع لي. لكن كانت لطيفة مرات تجي زيارة، لكن هو ما يجيش، ديما تقولنا راهو مسافر. ما شفتوش وعشقته، ولكن بطريقة جنونية. كنت من متمنية أن نكون مكان لطيفة، وفراقه عذبني بالبزاف. كان صعيب باش ننساه، وصعيب بالبزاف. وليد هو كل حياتي، وما نتخيلش أني نعيش بلا بيه. يوم واحد جاني أعرياس وقبلت وتزوجت، بصح عمري لا حبيت راجلي، بالعكس كل ما نشوفه نشوف ونتخيل روحي مع وليد. هذه هي حكايتي، وما نتمنى حتى وحدة تطيح في هذا الحكاية وفي هذا الموقف. أراكم تهمني بالبزاف، وعذرا على حكايتي، على بالي باللي راني غالطة بالبزاف، وهذا الشي نتمنى أنه ما يصراش لأي وحدة كما صرالي أنا. صح غواني الشيطان، إيه، بصح ربي قدرني على فراقه وعلى نسيانه. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية قصة هذا الأخت اللي بدون أنا من جهتي بدون تعليقات، أخلي لكم التعليقات لكم أنتوما. إلى هنا ببقى لي غير نقول لكم وصلنا لنهاية القصة، وبصح ماشي نهاية القصص الكل نتاع المجتمع الجزائري. استنوني في حكاية جديدة من هذه الحكايات الواقعية الجزائرية باش تدوا العبرة منها. تهلاو لي في روحكم بالبزاف، وربي يفرحكم وين ما كنتوا، يدخل السعادة والأفراح لبيوتكم ولقلوبكم يا رب العالمين. فقط ما تبخلونيش بالدعاء ليا، وثاني شجعوني وكونوا معايا سند ليا خواتاتي وخاوتي العزاز. إلى هنا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.